من ضمن الفطاحل اللي بيضمهم نادي الزمالك، ومن ضمن الناس اللي كان لهم اثر كبير في احتفالنا الليله بفوز نادي الزمالك بالدوري، احب ان احنا كلنا نحيي الكابتن علي محسن. كابتن علي محسن بالرغم من اصابته اللي احنا كلنا عارفينها، ان طبعا كان لازم يشارك في احتفال نادينا كلنا نادي الزمالك بالفوز بالدوري العام. كابتن علي، اقدر اعرف منك ايه الاستعداد اللي انت بتعمله علشان نكون موجودين ان شاء الله كلنا كده ون ال7 مليون اللي قدامي دلوقتي عشان الاحتفال الجاي بالدوري ان شاء الله؟ والله انا كل يوم بروح مركز تأهيل بتمرن عشان اخف بسرعة عشان اشترك في الدورة الصيفية ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يديني الصحة عشان اشترك في الدورة الصيفية واخلي الناس دي كلها تنبسط وتتكيف وتتفرج على فن الكورة. وانا اشكرك يا استاذ سمير لانك قدمتني كويس للناس المشاهدين، وبشكرهم على ان هم ساهموا في حضورهم لحفل اللي هو احنا نفسنا بنعتز بيه، اللي هو اخذ الدوري الكاس، اخذ الدوري العام. واتمنى ان شاء الله كل سنة اشوفكم ونسمع جميعا سوا الاستاذ محمود شكوكو. استاذ محمود. نعم. سيادتك طبعا بتتفرج على الماتشات في الملعب او في التلفزيون؟ ده من نهار ما طلع التلفزيون وانا استنى كل ماتش بماتش واقعد جنب من الراديو ما اقومش ابدا.